وانا بسكرول على الفيس امبارح لقيت اعلان الادويه دي. الادويه دي للتخسيس ويقول لك طبيعي 100% وبيخسس. طب هل هي الادويه دي فعلا بتخسس؟ ايوه الادويه دي بتخسس، بس هي كمان مع التخسيس ممكن تموتك. ليه بقى؟ لان الادويه دي مش طبيعيه. الادويه دي لو كانت طبيعيه فعلا زي ما هما بيقولوا كان زمانهم في خلال شهر شهرين رخصوها من وزاره الصحه وبقت موجوده في الصيدليات. انما هي مش ادويه طبيعيه، هي ادويه كيميائيه عباره عن ادويه تيران او ادويه بشريه ما عادتش بتستعمل. يعني بيكون في الغالب فيهم حاجه زي الكلين بيترول. الكلين بيترول ده دواء بيزود حرق الدهون وبيزود الكتله العضليه، فبالتالي بتعمل لك عضلات، بتخس، بتقلل الدهون عندك وبتعمل لك عضلات وتخلي شكل العضلات كويس. بس ده دواء تران، والمشكله ان هو فيه اعراض جانبيه، ان هو بيزود ضربات القلب فممكن يعمل لك جلطه وتموت، وفي حاجات تانية زي ان هو يعمل لك رعشه. فانت عشان تعمل الفورمه تموت نفسك. هو ده بيعمل معاك ايه؟ بص بيعمل ايه الاول؟ تنميل في الجسم فظيع، بعد كده ضربات في القلب سريعه، وبعد كده يطلب زي ما والادويه التانية عشان تخسس بيبقى مثلا فيها زي السيبتورامين. الماده دي فعلا كانت موجوده للتخسيس، بس من 2010 اتسحبت لانها برضو لنفس السبب بتاع الكلامبيوترول، ان هي بتزود ضربات القلب، فلما ضربات القلب تزيد ممكن تموت ويجيلك جلطات. يعني انت عشان تخس تموت. لكن هي الادويه دي فعلا بتعمل فعلا كتله عضليه وبتخلي شكل العضلات كويس، وبتخسس ممكن 4 كيلو في الشهر، بس انت بتاخدها عشان تموت نفسك. لو عندك اي استفسار او عاوز تعرف اي حاجه تانية عن الدايت اللي انت بتاخده اكتب لي في التعليقات وانا اجاوبك عليه. سلام.